هناء قررت تضحي بسمعتها وتفضح نفسها في سبيل انها تكشف الدجال اللي نصب عليها واخد منها فلوسها وشرفها. البنت دي فيها حاجه في جسدها محتاجه لنا، فيها عين، فيها حسد، في نفس، ما اعرفش ايه اللي فيها. بعاني من تعب ومعمول لي اكتر من عمل ومفيش غير مولانا، ما هو بيطلع على التلفزيون، وطالما بيطلع على التلفزيون يبقى هيعرف يطلعهم، لكن كانت الصدمة بعد ما راحت لحد عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الموضوع بكل تفاصيله ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده، بس يا ريت وانت بتسمعني دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي، ويلا نبدأ الفيديو. الموضوع بيبدأ بدجال حصل على شهرة كبيرة جدا بعد اكتر من لقاء تلفزيوني، ومن اهمهم واكثرهم انتشارا لقاءه مع الاعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة. اللقاء ده كان فيه اكتر من شخص اوهمهم انهم عندهم تعب، وبدأ غمض عينك، حرك ايدك، حرك رجلك، روحي تعالى، بس كده يلا سيبوه فكوه خلوه يرجع مكانه، انتوا لازم تتعالج. انتوا شايف البنت دي كويس؟ البنت دي فيها حاجه في جسدها محتاجه لنا، فيها عين، فيها حسد، في نفس، ما اعرفش ايه اللي فيها. هي البنت دي محتاجه لنا، في حد في جسدها محتاجه لنا. البنت دي في حد في جسدها. لفوها لي كده، عايز ابص عليها كمان عايز اتاكد بس. كمان ما شاء الله، ساعدوني. رجعوا البنت دي مكانها. روحوا له بلغوا الكلام ده، قولوا لا يصح المولانا في السن ده انه يهزر او يهين نفسه. هناك روحوا له كلكم، روحوا له هناك، قولوا مالكش دعوه بمولانا، لان مولانا من عليه ربنا، شهادته جت من فوق. روحوا له هناك تقلقش، الموضوع مش دقن، لو كان عداني كنت سبتها جت لحد هنا. اقعد يا شيخة، اقعد يا مش عبيه. روحوا له هناك قولوا يا دكتور الموضوع مش شهادات بس ومش دقن وجلابيه بيضه. انزلوا له قولوا مالكش دعوه بمولانا. ومن بعد اللقاء ده الحلقة انتشرت بشكل كبير جدا، وحصل على شهرة كبيرة بانه معالج روحاني، وانه شهرته وصلت الخليج وبيعالج دلوقتي الملوك والامراء. بس تيجي تسأله عن مؤهله او دارس ايه او قريت في اي كتاب، طب عرفنا محلك من الاعراب، يقول لك انا راجل مبروك صحيت من النوم فجأة لقيت نفسي كده. ايوه والله زي ما سمعت كده بالظبط، ولو مش مصدقني تعال اسمع منه لما المذيعة سألت مؤهلك ايه يا عم الروحاني، رد عليها وقال ايه. حضرتك استاذ عزت بتقول الكلام ده وبتقول يعني بتتكلم بثقه شديده جدا. ممكن اعرف حضرتك خريج ايه؟ ولا حاجه، انا قمت من النوم لقيت نفسي كده. يعني حضرتك بتستهزأ بيا ولا لا ده يا حقيقي؟ فندم، انا هي دي الحقيقه. هتستهزأ بيك ليه؟ انا جاي هنا عشان استهزأ ولا اهزر معاك؟ طيب ما هو انا بس انا قمت من النوم لقيت نفسي كده. مش بس كده، ده كمان لما اتحط مرة في مناظرة مع شاب لسه مبتدئ حافظ من الكتاب والسنة، وكان عارف انه هيفضحه قدام الدنيا كلها، خاف يواجهه وهرب منه. المهم انه من ساعات تم القبض عليه بعد ما ست من محافظة الجيزة راحت للقسم واشتكت وقالت الحقوني نصب عليا واخد مني فلوسي وشرف. قالت انا كنت بعاني من تعب وبيتهيألي حاجات، فقلت مفيش غيره، ده شيخ وبيطلع على التلفزيون ومشهور وهو اكيد اللي هيحل كل مشاكل. ومجرد ما راحت وقعدت معاه قال لها فعلا انت تعبانه تعب كبير وعليكي 6 خدم من الجن لازم علشان تخف وترجعي طبيعيه احسن من الاول نخرجهم كلهم. ما تقلقيش انا هخلصك منهم وهعالجك تماما، لكن في شروط كده لازم تقبلي بيها علشان ابدا رحله علاجك وتخف خالص. فالست بسرعه قالت له انا معاك وموافقه على كل الشروط. افتكرت يعني انه عايز منها فلوس، عايزها تشتري حاجه معينه او تروح اي مكان. المهم ما جاش في بالها انه كراجل شيخ هيطلب منها اللي طلبه ده. ناس كتير جدا بياخدوا الدين ستاره لاعمال الدجل والشعوذه بتاعتهم، وللاسف اغلب اللي بيتورطوا معاهم وبيصدقوا نصبهم وكذبهم وخرافاتهم بيكونوا ستات. المهم قال لها علشان تتعالجي والجن يخرج منك وتخفي لازم اللي معايا هو اللي يخرجه، وده مش هينفع غير بالمعاشره عن طريقي انا. الست اتصدمت من كلامه وفضل يقنع فيها طب هنتجوز في السر. المهم بعد اقناع منه وافقت على كلامه وعمل اللي عمله فيها، وبعد ساعات قال لها قدرت اخرج منك 5 وفاضل 1، وده هيحتاج مننا شغل
شغل تاني ومختلف، حاجات انا هشتريها وهتكلفك 20,000 جنيه. وافقت برضه واديت له المبلغ. طبعا بعدها بدأ يتهرب منها وما يردش عليها. فين علاجك؟ طب انت خدت فلوسي، طب انت ضحكت عليا وخلتني اغضب ربنا واعمل ذنب كبير زي ده. في النهاية ما عرفتش توصل له تاني لحد ما راحت وعملت فيه محضر وحكت كل اللي حصل معاها واللي عملوا فيها علشان بعدها يتم القبض عليه. الساحر من دول يبقى عامل فيها شيخ ويتكلم باسم الدين، وفي النهاية هيطلب انه يدهن جسمك او يكتب عليه او يجيب لك من الاخر ويقول لك انا بعالج سفلي ولازم اعاشرك. ولو رحت له ودخلت دماغه ورفضت طلبه هيزيد من تعبك ويفضل شغال يتعب فيك ويجي لك احساس انه الحل عنده علشان تروح البيت وتوافق على طلب. قلناها كتير جدا وهنفضل نقولها، ما تروحيش للساحر لاي سبب من الاسباب علشان هتخسري شرفك وفلوسك، ومن قبلها هتخسري دينك، علشان كده هتشركي بالله. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش وانت بتسمعني تعمل لايك للفيديو واعمل مشاركة علشان يوصل لاكبر عدد ممكن. ولو عايز تشوفني تاني ادخل اعمل متابعة للصفحة. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.